الآن الجزء الثاني عملية التركيب. أول شي ببدلتها أني هاي نفس الفتيلة، تلاحظ بالجزء الأول شفتوها قصتها باستخدام المقص، أخذت من عندها. تقدر أكو طبعا أداة خاصة تفرها، توخر عندك الحرق اللي هنا والكربون. أني للأسف كانت عندي بس ما أدري وين راحت، فقط قصيتها. الآن عملية تركيب جدا بسيطة. تلاحظ هنا هاي نفسه، تجي تركبها هنا، هاي تركبها، هاي تركبها، وتقدر انت تعلي وتنصب كيفك. يعني مجرد هنا اكو عندك سنون، هنا عندك سنون، تلاحظ هنا هاي عندك سنون ثابتة، فانت تعلي وتنقص حسب ما انت اللي تحتاجه. الستاندر هو اللي هنا، بما انه انا قصيته فراح يصير عندك مفروض اقل. فراح اثبت هسه على النوع او المساحة او الارتفاع اللي اريده اني، ونكمل لانه ايد وحدة وايد ثانية دا اصور فما مسيطر. فبس راح احدد هيك، شو هاي انتهت، شوف هاي هيك، شو هاي هنا هيك، هاي انتهت. بعدين راح اركبها، بس شوف، بس اهم شي الارتفاع يكون واحد، الارتفاع يكون واحد، الحجم يصير واحد، حتى تضبط هيك هيك وتنزل لهنا وتشدها. شوف شلون قاعد. بس انت اهم شي شنو عندك، هاي هنا شوف المسافة هنا، المسافة هنا تكون وحدة، مو تسويها مسافتين. فخلي شوف المسافة اللي أقيسها حتى أقدر، اللي قصيت منها شوية. إذا قسيت طبعا هي هاي الحد مال الظروف السابقة، طيب جواها تقريبا نص سنتيف على قد اللي قصيته. راح تجي تركبه، هاي نازلة دي جوا، وتجي تركبه الأتلت. لحظة الآن هاي عندك منها أهم شي، أول شي هاي هذا تركبه بيدي يركب هذا الثاني يركب واحدة الصاعدة دي فوق. هذا شوف ايش يسوي الدفيس. لو وياي كاميرا شوي بسيطة، وركب يجي يركب. شدت هسه قعدت. نجي هسه هنا تنتبه للكيبل قاعدة، هذا بكاء لازم تنظفها بالكامل حتى بيصير عندك ريحة. ونرجع نركبه وشد البراغي. الآن تم تركيب هاي، تجي تركب البراغي. هنا الآن تركب البدي، أهم شي عندك هذا تخرجه، بعدين البراغي هنا نشد